السلام عليكم، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين على خير وبخير. مرحبا بكم معايا فيديو جديد. الفيديو ديال ما شاء الله جبت لكم واحد الوصفه للكوتي، جبت لكم فطائر معمرين كيجيونا هشاشين والمذاق ديالهم كيجي لذيذ بزاف، كيخرج لنا واحد الكميه اللي مزيونه. دوزو مع بعض نتعرفوا على المقادير ونشوفوا طريقه التحضير. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك الفيديو باش هكا يطلع الفيديو يوصل للناس اللي ما كيوصلهمش اشعار الفيديوهات. تخليو لي التعليق ديالكم وتعملوا البارطاج، ويلا نبداو على بركه الله. غنبداو اول حاجه بتحضير العجين باش نخليوها كتخمر. بالنسبه للمكونات اللي نحتاجو في تحضير العجين، عندي هنايا 500 غرام ديال الدقيق ديال الفرص بمعدل 5 كيسان ديال العنبه. كنحتاج معلقه كبيره ديال الخميره فوريه ولا الخميره اللي يابسه، وكنحتاج نص كاس ديال الزيت، جوج ديال البيضات، وعندي الحليب دافي باش نجمع العجينه. بطبيعه الحال كنحتاج الملحه. كنعمل اول حاجه الملحه مع العجينه، من بعد كنبداو بالخميره فوريه كنديروها تذوب مع شويه ديال الحليب. نديرو هنا بزلافه، غنعملو ليها شويه ديال الحليب، نحركها شويه نخليها على جنب. ناخذ العجينه ديالي. اول حاجه كناخذ هذاك البيض، كناخذ منه صفار بيضه نخليه للاخير هو باش ندهن الفطائر ديالي. البيضه الثانيه كنضيفها كامله، نزيد عليهم هذاك نص كاس ديال الزيت ونبدا نجمع العجينه. انا نعطيكم لكم بالكاس باش نقول لكم شحال بالضبط ديال الحليب اللي احتاجته. نخلط، كنبدا نضيف حليب تدريجيا. انا هبع راسنا كاس باش نعطيكم القياس ديال الحليب بالضبط. وهذا الحليب اللي عملت مع الخميره تقريبا هنا واحد 3 معالق كبارين ديال الحليب، باش تعرفوا القياس مضبوط. نزيد واحد شويه د الحليب، زدت هنا تقريبا كاس، ونقولوا واحد 2 معالق ديال الحليب على 2 معالق يذوبنا فيهم الخميره. هي كاس و4 معالق. الا بغيتو تعرفوا القياس بالضبط ديال الحليب، كنتو بغيتو تعملوا عندكم ميزانكم، فالقوام د العجينه هو هذا. هانتوما كيعمل العجينه كتلصق باليد ومطاطيه على هذا الشكل هذا. ما ندلكها ما ندلكنيها، غنجمعها ونخليها نغطيها بشي حاجه ونخليها تخمر. دابا غندوز باش نوجد الحشوه. عندي هنايا في المقله درت واحد البصله اللي تكون متوسطه مشلضه، نزيد عليها شويه ديال الزيت، غنزيد عليها صدر ديال الدجاج. عندي هنايا حوالي 350 غرام ديال الدجاج بمعدل واحد الزلافه اللي تكون عامره، كنقطعو مربعات صغيره. غنزيد عليه واحد 2 معالق ديال المعدنوس مقطع، وغنزيد عليه رشه ديال الابزار، وغنزيد عليه واحد المعلقه صغيره ديال المركز ديال المطيشه، بطبيعه الحال ما ننساش نضيف شويه ديال الملح، ما كثرش لانني غنعمل من بعد الجبن شويه مالح. صافي غنشرح هاد المكونات كاملين حتى يطيب لي الدجاج. حوالي واحد 10 دقائق على عافيه اللي تكون متوسطه تيبان لي الدجاج طاب، ونشف من الماء حيت راه الدجاج والبصله يعرفوا لي شويه الماء، خصني نشفهم من ديك الماء من بعد ما يطلقوليش الماء في هذيك الفطائر ديالي. صافي من بعد ما كيتشحر لي الدجاج ديالي على هذا الشكل هذا، صافي غنطفي عليه النار
ونخليه حتى كيبرد. من بعد ملي كيبرد كنميل المقله هكا على الجنب. الا بان لي كاين شي زائد ديال الماء رانا كنصفيه وكنحيدو. دابا ناخذ العجينه ديالنا من بعد ما كتختمر كيتضاعف الحجم ديالها. غنرشو هنا البلاصه اللي غنطلقوا فيها نرشوها بشويه الطحين وناخذ العجينه ديالي كنديها نجيبها واحد شويه خارج منها داك الهواء. غندوزو باش نسرحوها. بعد ما رققت العجينه ديالي على هذا الشكل هذا، دابا غناخذ واحد القطعه كما كان الحجم ديالها على حسب نتوما واش بغيتو ديروهم كبار ولا متوسطين ولا صغار. وكنقطع انايا العجينه دي انا اخترت هذه متوسطه فكنقطع بها العجينه. هذيك النيت اللي كطبعوا بها البانيه الا كانت عندكم، هذيك النيت كطبعوا بها العجينه. ما كانش عندكم كتاخذوا اي غطاء دائري تقدروا نطبعوا به. صافي من بعد ما طبعنا غناخذ دابا الزائد ديال العجينه. بالنسبه للزائد ديال العجينه ما كنكمشوش بيدي، كنجمعوه بحال هكا طرف على طرف على الشكل هذا هكا. وغنرجعوا للبلاصه اللي كانت فيه العجينه في الاول ونغطيه ونخليه يرتاح الوقت اللي غنعمر هذه، وعاد نطلق هذه العجينه اللي شاطت له. بالنسبه للدجاج من بعد ما كيبرد كنزيد عليه حوالي 100 غرام ديال الجبن احمر محكوك. الا ما بغيتوش ديروا الجبن مثلا ما كانش متوفر عندكم تقدروا ديروا واحد 4 قطع ديال الجبن مربع، ولكن حتى بردنا الدجاج كنخلطوه مزيان مع الدجاج وندوزو باش نعمروا به العجينه ديالنا. كناخذوا حوالي معلقه ما تكونش عامره ديال الحشوه كنديروها في العجينه. من بعد ملي كنجي نغلق العجينه ديالي كنغلقها اول حاجه من الوسط على هذا الشكل هذا، نقرص مزيان ومن بعد كنقرص هكا من الجناب على هذا الشكل هذا، والجهه الثانيه حتى هي كنقرصها على هذا الشكل هذا. ضروري ما نضغط مزيان على العجينه باش ما تفتحليش في الطياب. الا خليتو شي بلايصه محلوله راه ملي كتبدا الطيب عاد تحل لكم، ضروري خصكم تضغطوا عليها هكا. من بعد كنبرك عليها هكا باش كطيح شويه وما كتبقاش طالعه وصافي. كنديرها في اللاطه ديال الفران. لاطه الفران انا نفرشها بورق الطبخ. بعد ما كنعمروا الفطائر ديالنا كنديروهم في اللاطه، ندوزو دابا باش ندهنوهم وندخلوهم الفران بلا ما نحتاجو نخليهم يخمروا الخمره الثانيه، لانهم ملي كنا كنعمروهم راه صافي بداو كيختمروا مع الطيب. هذه حتى تكون هذه عاوتاني خمرت صافي. دابا غندوز باش ندهنهم. هنايا عندي ديك الصفار البيضاء اللي خليت زدت عليها شويه ديال الحليب نخلطهم. كنزيدو على الصفار البيضاء واحد 2 معالق ديال الحليب وصافي كنخلطهم. كندهنوا بهم الفطائر ديالنا مزيان وغنرشوهم بالبافو. تقدروا ترشوهم حتى بالجنجلان الابيض اولا الجنجلان كحال، شويه الزعتر يابس على حسب اللي متوفر عندكم. بالنسبه للفران يكون مسخن من قبل على 180 درجه، وكنشعلوه من التحت ونشعلوه من الفوق حتى كيطيبوا.
يتحمروا لنا ونخرجوهم في الفران. اللي عنده فران ديال الغاز بحال العاده نطلعوهم من الفوق يشدوا الطياب من التحت ومن بعد نهبطوهم فيه يتحمروا لنا من الفوق صافي. ونتلاقاو من بعد ما طابوا الفطائر ديالنا. وهانتوما من بعد ما كيطيبوا لنا الفطائر ديالنا كيجيونا على هذا الشكل هذا. كيجيونا فطائر اللي هشاشين المذاق ديالهم لذيذ، كيجيونا تبارك الله كيخرجونا واحد الكميه اللي مزيونه بزاف. كنتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. الا عجبكم الفيديو ما تنساوش تعملوا لايك تعملوا بارطاج. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.